ورجعنا لكم بفلوج جديد على قناة ابن خليفة. ما مشترك بالقناة اشترك وفعل زر الجرس ولا تنسونا من اللايكات. أول فلوج لإلي بالقناة. عملت سفرة من طنطا للإسكندرية بالقطار، تجربة جديدة حبيت إني شاركها معكم وإن شاء الله يعجبكم هذا الفلوج. رح نصور كل شيء مع بعضنا خطوة بخطوة ورح أورجيكم من أول ما أطلع لغاية ما أوصل على الإسكندرية. رح نكفل الفلوج مع بعضنا وان شاء الله يكون خفيف عليكم ويعجبكم. اول فلوج لنا بالقناه، حطوا لنا لايكات، اشتركوا بالقناه، بحبكم كثير. خلونا نبلش. وهلا نحن قطعنا بالقطار مثل ما انتم شايفين، التذاكر معنا هون، وبدنا تقريبا شي ساعه وربع حتى نتحرك، وان شاء الله انه هناك تكون رحله موفقه. انه حسيتك هالقطار شيء بخوف، مع انه اول مره بجربه، بس لنشوف يعني انه انا مجربه انه من مناطق لمناطق. هون بقلب البلد مصر اول مره بجرب القطر على اخواتنا المصريين. خلونا نكفي الفلوج مع بعض لنشوف شو بده يصير معنا. طب شو بك هلا رايح جاي انت؟ صار لي ساعه علي حلال، لو عم بستنى طياره كنت خلصته علي. هالقطر صارت الساعه 7 وربع، شي سنه بدنا حتى نطلع معلم. لو طياره من هون لسوريا كنا وصلنا معلم. قلنا لك الساعة 7 ونص، طيب ليش مستعجل؟ لسه ربع ساعه؟ ايه ساعتي مو ضبطه عم تمشي ستات ساعتي. نحن هلا متجهين على القطار، هلا اخيرا بعد ساعه ونص عم نستنى، واخيرا يعني اجى الوقت انه نطلع. ان شاء الله ما نستنى فوق كمان شوي. لا انت شو رايك؟ لا اكيد رح نستنى 6 دقائق يعني وينك لسه ضلينا شيء تقريبا مثل ما قلنا لكم ساعه ونص، وهلا على القطار ما كنتم شايفين يا حبايب قلبي. ان شاء الله هيك بدنا نوصل على اسكندريه. انا صورت البحر وقت الشتاي، يلا حمل الشتاي تعال فيها. مثل ما سمعانين هلا تقريبا قدام القطار صرنا. هي القطار المصري، هي السكه هاي القطار. بنكفي معكم بالطريق ان شاء الله، بنعطيكم كل شيء بالطريق اول ما نوصل على اسكندريه. خليكم معنا. والله يا جماعه طلع الدرجه الثانيه، طلعت كثير عشوائيه، فركبت بالدرجه الاولى درجه الاعمال ورجال الاعمال والقصص، يعني شغل في اي بي، شغل على كيفك يعني، عرفت كيف؟ ف يعني احسن من العشوائيه. ماشي يا اسطى يلا خلاص انا طالع اهو، ركبت اهو. واخيرا ارتحنا وقعدنا. خليل الحلال لو مسافر على سوريا مو هيك. يا ظهرك تسلم ايدك. عم يظبط لي الكرسي انه المرافق الشخصي تبعنا. كل رحله بدي اعتقد معك. ماشي هلا تحركنا على اسكندريه، نوصل بالسلامه عليكم. الله يسلمك ان شاء الله حبايب قلبي. كيف الطريق معكم وعلى اسكندريه. صرنا حوالي ساعة وربع نحن بقلب القطار، لسه في لحتى نوصل على اسكندرية شي نص ساعة حتى نوصل على اسكندرية. وانا شبه فاصل يعني من امبارح مو نايم غير ساعتين، بس الجو خرافي يعني، تجربة حلوة. وكنت عم قل له بالبداية اني خايف من القطار، انا اول مرة هيك بجرب القطار، ما بطلع فيه كتير ابدا. كان حسيت انه عندي فوبيا منه، بس طلع عن جد تجربة حلوة وركبته كتير عادية يعني. طبعا برفقتك يعني هذول شغل الفنانين، بتعرفوا المشاهير انه حبيبي قدامنا لسه نص ساعة حتى نوصل على اسكندرية. ان شاء الله اول ما بنوصل نكون مع بعض
تحكي عني خلص. ماشي. خلاص لكم نكمل مع بعض، خليكم عم تتابعوا الفلوج للاخر. هلا جايز بعد ساعتين بالقطار صرنا بالاسكندريه، واخيرا صرنا بالاسكندريه بعد ساعتين نحن بالقطار. كانت رحله حلوه بس انا كنت نعسان، بس هلا تنشطت. جو اسكندريه بجنن عن جد، يعني جو تبعها لحاله بيحكي. هلا صوركم البحر وصوركم الطريق كله. عن جد انا هلا وينك حاسس حالي كاني نايم 10 ساعات، نمت شي 10 دقائق بالقطار بيعوضوا عن ساعتين 3. الاسكندريه انا واخيرا جايز وصلنا على البحر. تعال شوفوا على المنظر اللي بجنن بعد قديش يا اسكندريه. شوفوا على المنظر جد، منظر بجنن، الجو خرافي. جو البحر بجنن هون، والجو كتير حلو. وهيك حبايب قلبي بكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبكم الفلوج اشتركوا بالقناه وفعلوا لنا زر الجرس، لا تبخلوا علينا يا ابن الحلال، عم نصور لكم بحر وصور لكم دنيا. اشتركوا لنا بالقناه حبايب قلبي، وان شاء الله يكون الفلوج حلو عليكم وتكونوا عجبكم وانبسطتوا معنا. بحبكم كثير، واستنوا فيديوهاتنا القادمه ان شاء الله.